يلا يا حبيبتي اختك نشوف البومبار واسراره. اول حاجه عشان ما تيجي تعمليه ما يفرقعش منك ولا ينزل منك حبايه رز في الشوربه. خلصي الفيديو معايا للاخر ونشوف هنعمل ايه، وكمان هعمله لك النهارده مقلي وهعمله لك صينيه. سر بس خطير، كملي الفيديو هتطلعي مستفاده صدقيني، وهيطلع معاكي البومبار زي الفل زي ما انت شايفاه كده، مش هيطلع منه حبايه رز. يلا بقى نصلي على النبي ونشوف هنعمل ايه. جبنا الحله بتاعتنا وحطينا فيها حوالي كوبايه زيت، وحطينا كمان حوالي كيلو ونص قطع فرمناهم على الخلاط، وحطينا معلقه توم زي ما انتم شايفين، وهنظبط الملح بتاعه وهنركن كده الصلصه على جنب، ونشوف بقى هنعمل ايه يا حبيبه اختك. تمام. جبنا الخضار وقلنا هنخرطه خريط رفيع. هتعملي ايه يا شهرزاد؟ هنعمل النهارده البومبار بطريقتين، طريقه عن طريقه امي الله يرحمها كانت بتعملها لنا دايما، والطريقه دي تعتمديها على طول بتاعت شهرزاد، جميله وصدقيني هتدعي لي في الاخر. اول حاجه جبنا الخضار فريش كده جميل، غسلناه غسله حلوه وخرطناه خريط رفيع كده وايه وركناه على جنب. وجبنا كمان حوالي بصلتين حلوين كده مدورين، خرطناهم برضو ايه خريط ايه، ولا ناعم ولا خشن. اول حاجه هنعمل التتبيله دي كلها ني في ني، وهتعمليها بطريقه حلوه قوي، هتديكي كده تست كده للبومبار، وتخلي ريحته جميله جدا وطعمه خطير. كل اللي هياكله هيقولك عملتيه ازاي. تمام. خرطنا البصله وخرطنا الخضار، وجبنا كمان قرنين فلفل كده عشان يدونا الريحه المظبوطه في قلب ايه البومبار. هتيجي كده تفتحي البومباريه يا حبيبه اختك، هتحسي فعلا انك انت بتاكلي بومبار من بره مش عاملاه في البيت. تمام. اول حاجه خلصنا الخضار زي ما انتم شايفين، خرطناه كله الفلفل والبصل وايه والخضار اللي هو الشبت والكزبره وايه والبقدونس. وجبنا الرز بتاعنا غسلناه ونشفناه جدا، وما خليناش فيه ريحه الميه، ما تخليش في الرز نقطه ميه، نشفيه على قد ما تقدري. وجبنا الخضار اللي احنا خرطناه حطيناه كله على الرز، وجبنا التوابل بتاعتنا اللي هي يا شهرزاد، جبنا كمون وفلفل اسود وكزبره وبهارات 7 بهارات، وظبطنا الملح وكمون كمان، وظبطنا الملح بتاعنا ونزلنا ايه دعكنا ده كله يا حبيبه اختك. بس في الاول هنحط 4 معالق صلصه عصير الطماطم، غير الطماطم اللي احنا بنسبكها دي ملهاش دعوه دي خلطه انت كلها دي هتدعكيها في بعضها كده وايه، وتدعكي جدا عشان البصله والكمون والحاجه اللي انت حطيها التوابل تبقى ايه، تبقى حلوه كده وتديك الريحه في الرز قبل ما تحطي الصلصه. وبعد كده الصلصه بتاعتنا اتسبكت، جبناها وحطيناها على قلب ايه الخلطه اللي احنا عملناها دي. يا خرابي يا جماعه مش قادره اقول لكم والله الريحه تحفه، الريحه جميله جدا. واعمليها بالطريقه دي واعتمديها صدقيني هتعجبك جدا، وهتدعي لشهرزاد وهترجعي لها في الكومنتات وتقولي لها والله يا شهرزاد تسلم ايديكي. بصوا بقى هوريكم بقى السر الخطير اللي ما يخليش البومبار يفرقع معاكي. اول حاجه تيجي تحشي ما تملاهوش على الاخر، يا دوبك كده تخلي الصباع بص زي ما انا عامله كده شايفاه. انا هوريلك دلوقتي اهو خفيف خالص، ولا منها مليء قوي ولا منها ايه فاضي قوي، يعني نص نص. تمام. كده خلصنا البومبار وحشيناه، وجبنا الخضار بتاعنا اللي هو يا شهرزاد، جبنا 3 جزرات كبار كده و3 بطاطستيات ركزوا، وقطعناهم ايه تقطيع سميك كده. وهنعمل دلوقتي احلى صينيه بومبار بالخضار في الفرن. يا خرابي يا جماعه خطيره والله العظيم، خطيره خطيره. وجبنا 3 قرون فلفل وحبايتين قوطه كمان كده خرطناهم مع الخضار. كل ده يا شهرزاد هتحطيه مع البومبار طبعا. بصوا بقى قسمنا البومبار نصين، هنحط النص على وش الصينيه على وش الخضار بتاعنا دون، وهنعمل لهم دلوقتي ايه ورصيناهم ايه وخليناهم ما فيش اي فراغ بينهم وبين بعض زي ما انتم شايفين كده. اعتمدي الطريقه دي هتعجبك قوي كمان وتغيير. جبنا بقى حوالي 5 معالق صلصه، وعملتهم بشويه ميه كده، وحطيت عليهم شويه ايه الملح بتاعهم ظبطته كده، وسقيت البومبار بيهم. ما تحطيش توابل ولا اي حاجه، لان احنا حاطين التوابل الكافيه في قلب ايه الخلطه اللي احنا عملناها في الرز. وخلصنا الصينيه زي ما انتم شايفين، وهندخلها الفرن كده يا حلوين. وبسم الله ما شاء الله حطينا الميه في الناحيه التانيه علشان ايه تغلي، وبعد ما غلت نزلت عليها ايه بالبومبار اللي فضل معايا. وجبت كمان بصلايه قطعتها، مش محتاجين توابل لان احنا حاطين توابل. بص بوريكم البومبار ما فيهوش حبايه رز. كانت طبعا الصينيه بتاعتي دي كانت في الفرن، طلعتها بقى وطلعت البومبار زي ما انتم شايفين، ما فيش حبايه رز وقعت في الشوربه. اعتمدي صدقيني والله العظيم بجد هتعجبك الطريقه دي قوي قوي قوي. جبت بقى الزيت في الطاسه، طبعا دخلت الصينيه الفرن وسبتها، وجبت الطاسه حطيت فيها الزيت، وقالت ايه لان انا عندي ولادي بيحبوا المقلي، فانا قلت ايه بص بوريكم الصباع بيتفتح واستوى وجوسي وجميل مش قادره اقول لكم طري، وكان تحفه وطعمه خطير، طعمه خطير خطير. المهم إيه، قلبت البمبار كله وسويته زي ما انتم شايفين وحمرته كله زي ما قال الكتاب. استاهل بقى منكم لايك واستاهل منكم بقى السبسكرايب ولا ايه؟
بالله عليكي بصي الصينيه طالعه تحفه، مش قادره اقول لكم. اوعي تنسيني باللايك والسبسكرايب يا حبيبه اختك، ولو اول مره تخش عند اختك شهرزاد دي قناتي، ويشرفني وينورني ان انت تكوني معايا، واختي من اخواتي حبايب قلبي. اهم حاجه اعتمدوا الطريقه دي، واشوفكم على خير. واهم حاجه اوعوا تنسوني باللايك والكومنت الحلو، واشوفكم على خير.